يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة القادمة المصيرية أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعادل صن داونز مع الهلال ومنح النادي الأهلي فرصة أخيرة لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسيلتقي النادي الأهلي مع الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات يوم السبت القادم 1 إبريل في 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة الدولي. وستذاع المباراة عبر قناة BN سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن الهلال السوداني المتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط. وستقام مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة في القاهرة بحضور جماهيري 50,000 مشجع للمباراة. وأعلنت شركة تذكرة المختصة ببيع تذاكر المباراة عن نفاذ بيع التذاكر. وضمن نادي صن داونز الصعود للدور ربع النهائي بعد وصوله للنقطة ال11، ويتبقى حسم البطاقة الثانية بعد مباراة الأهلي والهلال السوداني. ويحتاج النادي الأهلي للفوز بهدف نظيف على الهلال في الجولة الأخيرة أو الفوز بفارق هدفين في حالة استقبال شباكه لهدف من أجل التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.